أحمد الساروت المسؤول عن برنامج مقابلة خاصة، وهو شيعي متطرف يدافع عن الخميني وأفكاره أينما ذهب. بولين الحاج رئيسة قسم المراسلين، مسيحية مقربة من حزب الشيطان، مساعدها شخص مغربي اسمه نجيب. من أخبث توصياته أنه دائما ما يؤكد على المراسلين في الخليج العربي الإبلاغ عن أي اختفاء قسري قد يرفعه لمنظمة هيومن رايتس ووتش بهدف إزعاج الحكومات الخليجية. من أخطر المقدمين الشيعة طاهر بركة وهو أخطرهم، سماح السيد، نجوى قاسم، طالب كنعان، ريما صالحة مقدمة برنامج صناعة الموت، أحمد علي الزين مقدم برنامج روافد. ملف الأحواز يتولى هذا الملف مسعود الفك، شيعي متطرف. يقوم هذا الشيعي الخبيث ومعاونوه بتناول قضية الأحواز عبر تحويرها إلى المطالبة بحكم ذاتي تحت مظلة المرشد الإيراني علي خامنئي، وليس تحرير الأحواز كما يطالب شعبها المحتل. ملف العراق يدير هذا الملف نوفل الجنابي، شيعي من حزب الدعوة المتطرف. مكتب لبنان كل العاملين به من الشيعة أعضاء في حزب الشيطان، ومنهم منى حطوم والأستاذ زهير والأستاذ عدنان. مكتب فرنسا يديره الأستاذ حسن كنيبر، شيعي له علاقة قوية بحزب الشيطان. ما ذكر في هذا المقطع لا يمثل إلا غيض من فيض لما يدور في تلكم المؤسسة المشبوهة، وقد تجاوزنا عن عديد من الشخصيات لنذكرها في جزء قادم يعري أعداء هذا الدين والبلاد.